السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مشتركي قناة زوم مغربية. فكيف ما كنعرفوا كأس إفريقيا على الأبواب، والصحافة كتحاول دائما ما تستجوب العدد الأكبر ديال اللاعبين من أجل استغلال هذه التظاهرة على أكمل وجه من ناحية المادة الإعلامية أو المحتوى الإعلامي في هذه التظاهرة. ففي هذا الصدد لاعب ديال المنتخب المغربي عز الدين أناحي سولوا على المنتخب ديال مصر، قال لهم ودي المنتخب ديال مصر يمكنه ان يسجل هدفا واحدا فقط ليتقدم بنتيجه 1-0 من ركله ثابته، ثم يسقط احد اللاعبين على اليمين والاخر يسقط يسارا. هذا التصريح ما فيه حتى شي استفزاز، هذا التصريح يلخص الواقع، الطريقه باش كيلعب المنتخب المصري. وبعض الاخوه المصريين كيتقبلوا هذه القضيه وكيعرفوا بلي راه يعني هذه الهضره راه هضره ديال الصح، وبهذه الطريقه باش مصر كانت كتربح مجموعه من المقابلات ومن حقهم، يعني في اطار ما هو رياضي من حقهم. لكن الغريب في الامر وهو ان الصحافه الجزائريه كما كتشوفوا في هذه الصوره، فباش تعرفوا هاد الناس راهم خبثاء، وباش تعرفوهم راهم سرطان وسط العرب وفي شمال افريقيا. فملي كيبغيو يردوا التفاعل شي حاجه دائما ما كيديروا بين قوسين القواده، كيمارسوها حتى في المنصات ديال التواصل الاجتماعي. فقال لك سيدي حكا ما حكا، كتبوا هذا المقال هذا باش يجيو نفسدوا العلاقات ما بين المصريين والمغاربه. الحمد لله المصريين كيعرفوا المغاربه اش كيسواو وكيعرفوا الجزائريين اش كيسواو، وكنظن من زمن واقعه درمان. فحتى لهنا مزيان. السي أناحي او اللاعب ديال المنتخب المغربي ما قال حتى شي كلمه ديال اللعب، يعني الطريقه ديال اللعب ديال مصر ماشي هي التيكي تاكا. واش كتصاحبوا خاصنا حتى المصريين تما نافقوهم بحالكم عاد باش يوليو يبغيونا؟ لا، هذا هو الواقع ديال الكره المصريه. مع العلم انني كنشوف شي تعاليق يعني لا قلبتوا التعاليق غادي تلقاو مجموعه من الجزائريين خاشين تما راسهم حمارهم في اسبوع الفرس كيف ما كنقولوا. تلهاو في المنتخب ديالكم، تلهاو مع التصريحات ديال المنتخب ديالكم، والمنتخب ديالكم اولى بالتغطيه الاعلاميه. ونشوفكم ان شاء الله في كاس افريقيا. تبارك الله عليكم والى اللقاء.